السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتناول موضوع أم عبد النور، المرأة الحديدية اللي تقدم محتوى مفيد للمرأة الجزائرية. كامل على بالكم باللي قناة أم عبد النور راهي تحذفت، أو بالأحرى راهي اتباعت. الناس تصدق والناس تكذب. في هذا الفيديو راح تعرفوا كامل الحقيقة، وراح نعطيكم الأدلة أنه القناة تاعها راهي تباعت. هي ممكن أنه هي صح راهي في ظروف قاسية جدا وفي ظروف اجتماعية قاسية جدا، لكن ما تقوليش القناة تحذفت، القناة راهي تباعت. نروحوا بشوية نهضروا على الدلائل. الدليل الأول، أم عبد النور طلبت من المتابعين تاعها في صفحة الفيسبوك اللي راكم تشوفوا فيها الآن أمامكم. طلبت من المتابعين أنه يبعثوا لها الوصفات اللي راهي طيبتهم ديجا من قبل في القناة تاعها القديمة اللي اتبلعت، أو بالأحرى اتباعت. وحتى وتباعت هذاك الشي شغلها وبصحتها وتستاهل، لكن ما تقولش باللي تبلعت لي ولا بلعوها لي، لانه ما تبلعتش راهي تباعت. الدليل الاول قلت لكم، قالت لهم رسلوا لي الفيديوهات وهي متيليشارجيه كامل الفيديوهات تاعها ومطلعتهم عندها في صفحه الفيسبوك. كامل الوصفات راهم عندها. يعني علاش تستعطف الشعب يعني تحاول انه تبين باللي صح ما صح، راهي محتاجه هذوك الفيديوهات ولازم تحطهم ولازم الناس يعاونوها. كي شغل تانسيستي على طلب المساعدة تاع الناس، صح، هذا رقم واحد. نروحو لرقم اثنين. رقم اثنين، كامل المشهورات شوفوا أم إياد، أم عبد النور، عفوا أم وليد، فضاء حسنة، كامل القنوات الكبيرة راحوا عندها في الخاص وطلبوا منها أنهم يعاونوها ولا تمد المعلومات تاعها وقناتها اللي تبلعت، يعني على حساب قولها. الواحد مشهور، هاكر مشهور، لكن رفضت رفض قاطع. قالت لهم بلي ما خصنيش نرجع قناتي. دروك كل واحد عنده 2,800,000 ألف متابع. كي تعرض عليه عرض انه يردوا له القناة راح يوافق، ولا وهو تعب عليه راح يوافق ولا راح يرفض؟ هي علاش رفضت؟ قلنا علاش رفضت المساعدة. الحاجة الزوجة، قالت باللي حذفوا لها 2000 فيديو على ما اعتقد. قالت حذفوا لي 2000 فيديو باتي سيبريمي في الفيديو. دروك انتي قلتي نط حليت عيني لقيت القناة مبلعة. كي درتي عرفتي باللي باتي سيبريمي، بالك ما سيبريماش، بالك ما حذفش الفيديوهات سيبريماها مباشرة. مادام انك قلتي باتي سيبريمي في الفيديو 2000 فيديو باتي يمحي فيهم، انتي اللي كنتي تمحي فيهم ماشي هو. انتي اللي محيتي الفيديوهات في الليل، والصباح قلتي لهم هي الغبينة اللي راكي فيها راكي في الغبينة، الهم اللي راكي فيه راكي فيه. يعني ملي حليتي القناة كنتي تباني باللي راكي في غبينة. مرة تمعني، مرة تقيسي هدرة هكا باللي راكي مغبون، تباني باللي راكي مغبونة. بصح باش تقولي لي راحت لك قناة فيها 3 ملايين متابع وتجيك عروض من إسماعيل مان يقولك نرجع لك القناة تاعك وترفضي، هنا واحد ما راح يقدر يأمن، واحد ما راح يقدر يصدق باللي تحذفت فقط. وكاين بزاف قنوات كبار راهم دعموها وراحوا في هذاك الجو تاع حذفها لها راجلها ولا حذفوها لها دار الشيخة. وكاين اللي راهم فاهمين اللعب، كاين اللي راهم فاهمين باللي الحية راهي تباعت. دروك هي شي قالت لكم قناتي نحيها لي من الجدرة، تسمى ما بعتهاش. بصح كنت كتبوا وصفة أم عبد النور وتلقاو الوصفة معناتها راهي كاينة القناة وراح نبيعها. قلت لهم بلي راهي مكاش كامل. باش يكون في علمكم تقدر الفيديوهات راهم هضروها بزاف قنوات، الهضره اللي راني نقول فيها شفتها عند بزاف ناس قالوها وعندهم الصح. تقدر تحذف كامل الفيديوهات وتبدل الاسم
ولما انت تدخل تبحث تكتب وصفة عبد النور ما تلقى والو، متلقاش القناة، ما تلقى رابط قناة، ما تلقى رابط فيديو، كلشي يتسيبريما وكلشي والاسم يتبدل وحتى وحكمها. وهذوك 3 ملايين يقدر واحد اخر يشري قناة بدون فيديوهات، وهذوك 3 ملايين دير له الاقتراح في هذيك القناة ويبدا يخدم فيها يالله. تقدر تبيعها اصلا القناة اجنبية، واحد اجنبي كيحط فيها فيديوهات اجنبية، ما عنده ما يدير بالعرب، ما عنده ما يدير بينا حنايا كاين لي زابوني تاوعها زعما ندخلو نتفرجوهم، عارفين بلي ما ندخلوش نتفرجوهم، يديها يعني طالعة بالخوف تطلع له، خاصة صحاب القنوات الأمريكية كيما فضاء حسنة باعت قناتها هذيك. فضاء حسنة باعت قناتها المليونية اللي فيها 1 مليون للقناة الأمريكية. وهذيك القناة الأمريكية رسمية، وحوست على قناة طالعة، ما يعاودوش يلموا لي زابوني من جديد، يبداو ديريكت مباشرة بلي زابوني عاليين وطالعة القناة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا في هذا الفيديو، ما تنسوش ديروا جيم واشتركوا في القناة، ومع السلامة.